السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. في السنين الاخيره نتفليكس بدات تقدم افلام اكشن فرنسيه بيكون مستواها جيد جدا. فهل فيلمنا النهارده ده هيكون قوي بمثابه الافلام اللي تم تقديمها سابقا ولا لا؟ حين يتعرض هو وزوجته الحامل للهجوم على منزلهم، يجد وكيل النخبة السابق نفسه مقحما في مطاردة مرتبطة بماضيه الأليم تصل خطورتها إلى الموت. بيقدم لنا الفيلم قصة ضابط من قوات التدخل، فالراجل ده بيعمل قرار غلط في مهمة معينة بيتسبب بفصله من العمل. بسبب محاولته في التحقيق في الواقعة اللي تسببت في فصله دي، بيلاقي نفسه ان هو مطارد من الناس دي عايزة تقتله. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو وسرد القصة في الفيلم، يعني كان ملخبط شوية كده. القصة عموما في جزء منها بيدور في الماضي وفي جزء بيدور في الحاضر، ولكن المشكلة ان الجزء اللي بيدور في الماضي اللي هو يعتبر ان هو جزء تقديمي للقصة، يعني هو مستحوذ على 70% من وقت الفيلم ومن قصة الفيلم، في حين ان الوقت الحالي اللي بتدور فيه الاحداث بقى اللي هو يعني الاحداث اللي بجد والاحداث اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وقته قليل جدا مقارنة بوقت الماضي اللي هو خلاص خلص. انت يعني المفروض وقت التقديم بتاع القصة كان يكون قليل عن كده شوية، بحيث ان الوقت الحاضر اللي فيه الاحداث القوية اللي موجودة نقدر ان احنا نعيشها بفترة اكبر من اللي كانت موجودة في وقت الفيلم. الفيلم قدم جانب درامي كويس قوي مفيهوش مشكلة، ولكن هو الفيلم فيلم اكشن ومطاردات، فالجانب الدرامي يبقى موجود فيه بقدر كبير زي ما كان موجود ده، هي دي مش هتبقى سلبية، بس هتبقى حاجة اللي هو مش محببة ان انت تبقى فيلم اكشن ومطاردات وتقعد تقدم لي طول مدة الفيلم حاجة درامية. فهي دي المشكلة، ان 70% من وقت الفيلم بيتكلم في الماضي بغرض تقديم الدراما اللي موجودة معانا في القصة، في حين ان كان في حاجات تانية ممكن يتم تقديمها ما تمش تقديمها. يعني مثلا علاقة البطل بابوه اللي كان المفروض ان هو شغال نفس شغلته تقريبا، الحاجة دي احنا ما عرفناش عنها معلومات كافية، مع ان انت كنت ممكن بقى بما ان انت بتتكلم في دراما تدخلها معانا في العامل الدرامي. فطريقة سرد القصة خلت الشيء الاساسي اللي هو الواحد اصلا بيتفرج على الفيلم عشانه، اللي هو الاكشن والمطاردات والحاجات دي كلها، تكون قليله جدا ومدتها قليله، والمشاهد اللي موجود فيها اكشن تعدى على صوابع الايد الواحده. وكمان المشكله ان مشاهد الاكشن القتاليه اللي هي فيها قتال بالايد او بالاسلحه هي قليله خالص. يعني المشاهد الاكشن اللي اصلا تتعدى على الصوابع تعتبر كلها مطاردات وليست مشاهد قتالية. لكن الشيء الجيد اللي الفيلم ناقشه بطريقة حلوة جدا هو طريقة تفكير بعض الأجهزة الأمنية اللي بتكون عقيمة في بعض الأحيان. الأجهزة الأمنية ساعات بترتكب بعض الأخطاء فبتعوز إنها تصلحها، فطريقة تصليحها للأخطاء اللي هم ارتكبوها طريقة حرفيا عقيمة بتبين إن الناس دي فكرها محدود جدا وثقتهم في باقي الناس منعدمة. اتكلم دلوقتي عن الإخراج. الأكشن الفرنسي هو واحد من الحاجات المفضلة جدا بالنسبة لي، دايما بيقدموا مشاهد أكشن قوية جدا تحس إن هي اقرب اكشن للحقيقي. يعني المشاهد الاكشن اللي بجد، يعني لو في ناس بتضرب بعضها بجد، الاكشن الفرنسي بيكون اقرب حاجه للواقع ده. لكن زي ما قلت من شويه ان مشاهد الاكشن اللي هنا موجوده معدوده جدا وكلها مطاردات، هي اتعملت بشكل كويس مش وحش، ولكن كان المفروض ان يبقى فيه اكشن اكتر من كده، لان هو في الاول وفي الاخر هو فيلم اكشن بيعتمد على الاكشن والمطاردات، فلازم يكون انك تزود لي في الحاجات دي. لكن هو زود في العمل الدرامي، زود في الكلام عن الماضي، ولكن الاكشن هنا كان يعني ممكن نقول ان هو اخر حاجه هو كان بيفكر فيها. فبالتالي الغرض الاساسي اللي انا اصلا كنت بتفرج على الفيلم عشانه اللي هو الاكشن، يعني انا اعتبر ان انا ما حصلتش على هذا الغرض. اما بالنسبه للاداء التمثيلي فهو كان كويس من معظم الناس اللي موجوده وما كانش فيه اي مشكله. جيوم كاني عمل اداء تمثيلي حلو. الراجل ده هو على فكره مؤلف الفيلم، هو تقريبا بما ان هو المؤلف فنط لهم في الموضوع وقال لا لازم ابقى انا البطل كمان. واعتقد يعني ان مشاهد الاكشن قليله في الفيلم بسببه ان هو مش هيعرف يعمل مشاهد اكشن بالدرجه الكافيه، فقرروا ان هو ايه الاكشن هيبقى قليل شويه في القصه، نظرا ان الراجل مش هيعرف يأدي الاكشن المطلوب منه. قيمة الفيلم هو 6.5 من 10. الفيلم كويس، ولكن لو كان قدر ان هو يوازن بين الزمن الماضي والزمن الحاضر في قصته كان هيكون افضل بكتير. كمان لو كان زود في مشاهد الاكشن وادانا جرعه اكشن اقوى شويه من اللي هو عملها، بالتأكيد برضو كان هيكون مستواه افضل من كده بكتير، ولكن هو يظل في الاول في الاخر فيلم كويس ويعني ينفع للمشاهدة عادي. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.